بابا انا وانا كمان والله. كمان ايه؟ ما معيش. شوف امك. لا لا انا مش عايز فلوس يا بابا. انا انا نويت اخطب. حلو ده. تبت يعني وربنا هداك يعني. طب ما ايه المشكله؟ هكلم لك الشيخ صلاه الجمعه الجايه وتطلع انت تخطب مكانه. لا لا يا بابا انا نويت اخطب. ايه؟ تخطب؟ تخطب ايه؟ تخطب بيت؟ طب ما انا هخطب راجل يا بابا. اكيد هخطب بيت. طب ما انا هخطب ايه يعني؟ ازاي؟ ايه هو اللي ازاي يا بابا يعني؟ على فكره انا كبرت وبلغت يعني. طب يا سيدي ما شاء الله. طب ولما تروح تقعد مع ابوها ويقول لك معاك ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له يا عم انا بلغت؟ اتكلم. اتكلم ايه يا بابا؟ اتكلم ايه؟ انت اللي هتتكلم يا بابا طبعا. اتكلم انا ليه؟ انا ما بلغتش. ايه؟ ما بلغتش؟ إيه يا بابا؟ لا ما اقصدش يعني كده. انا ما بلغش مني الكلام ده. ايه يا بابا اللي ما بلغش منك الكلام ده؟ ما تقف جنبي يا بابا. وانا مالي يا ابويا؟ هو انا اللي قلت انا عايز اتجوز؟ انا مش عايز اتجوز. انا عن نفسي يا ابويا مش عايز اتجوز. انا مش عاوز. هو ايه اللي ماشي يا بابا؟ انا اللي عايز اتجوز. يا ابني ده احنا مش لاقيين ناكله. ده انا دخلت على امك بصوت هريسه اغمى عليها من الفرح. ايه صوت ده؟ حته يعني. اه ماشي. ايه اغمى عليها؟ اه اغمى عليها. هي فين ماما دلوقتي؟ نيمتها وكلتها. ايه؟ كلتها؟ كلتها مين؟ ده الفقر والوحشية يا بابا يوصلوك للدرجة دي؟ بقى بذمتك ده فكر واحد بالغ. ده فكر واحد عايز يفتح بيت ويشيل مسؤولية. ده فكر بقرا عش. نيمت امك وكلت الهريسة يا غبي. ما علينا. قلت ايه؟ في ايه؟ في الخطوبة يا بابا. عايزك تخطب لي. مع البركة فيك يا حاج. خلصت. هي ايه دي اللي خلصت؟ البركة. هي ايه اللي خلصت يا بابا؟ اما انت فيك يا حاج. انا فين اللي مكفيني يا ابويا؟ سيبني في حالي وقوم حط البراد على النار. بابا روح اتكلم ومالكش دعوة. ايه مالكش دعوة دي يعني؟ اقف بره على الباب يعني ولا ايه؟ روح اتكلم يا بابا وانا متكفل بكل المصاريف. طب ممكن اعرف انت ايه امكانياتك غير ان انت بلغت عشان لما اروح اقعد مع ابوها؟ امكانيات؟ طبعا يا بابا عندي امكانيات. هقول لك امكانياتي. طيب وجدع وحنين وما بدخنش. لا انا كده مش بقدم له خطيب لبنت. انا كده بقدم له محمود الخطيب بتاع الاهل. طيب وخلوق وجدع وجاب جون كمان. ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني كلمني في المفيد. كلمني في الشبكه، في الشقه، في العفش، في الاكل. قوم حط البراد على النار عشان الكلام يحلى. مش تقول لي بلغت وما بلغتش. سنه يا بابا وكل ده ابو خلصان. انت بس قول له كده سنه. يا ابني ده ايام ما كان الجنيه جنيه. قعدت 50 سنه عشان اجمع جنيه. قوم يا ابني حط البراد على النار. ما تطلعش بلوقك علينا. يا لهوي. يا بابا سيبك من البراد. سيبك يا بابا من البراد دلوقتي بالله عليك. روح للراجل وقول له كده حتى لو كده. ايه كده؟ انت عايز راجل في السن ده يروح يكذب على الناس؟ تصدق يالا ان انت عيل ناقص. ده انت حتى كلمة ان انا اقول لهم ان انتوا بتشتروا راجل مش هعرف اقولها لهم. اقول عليك ايه؟ ما انت كداب. اخدت يالا الفلوس اللي كانت تحت المرتبة جوه؟ فلوس يا بابا ما خدتش حاجة. ولا حتى خدت. انا كده كده كنت عددهم. كانوا 32 جنيه بالظبط. بس انا قلت اما اشوفك كده. طب قول لي يا بابا اعمل ايه يا بابا؟ قول لي اعمل ايه طبعا واتصرف ازاي طيب؟ اعمل الصح. ايوه اعمل الصح. ايه هو بقى الصح بقى؟ تخش. ايوه اخش فين بقى؟ تخش تحط البراد على النار. بقالي ساعتين عمال اقول لك عايز اشرب كوبايه شاي. ويا سلام بقى لو تعمل مع ابوك كمان الواجب. في لحسه حلاوه كده في قعر التلاجه جوه. حطها لي في الرغيف وتجيبها لي مع كوبايه الشاي. ياه. يبقى احلى كلام. يوه انا مش عايز حاجه يا بابا خلاص. روح يا عم. يا ناقصاك هتطلع بلغك علينا.